أسأل الله أنه ينتقم منك يا مجرم. أسأل الله العظيم أنه ينتقم منك. أسأل الله العظيم أنه يكون هذا القبر حفرة من حفر النيران. أسأل الله أنه يغمق لك في النار عن كل دم سفكته، وعن كل عرض كنت سبب في اغتصابه، وعن كل نفس أزهقتها أنت وذريتك. أسأل الله العظيم أنه يجعلك من أهل النيران وأهل الجحيم، وينتقم منك وينتقم من أبنائك وينتقم من كل مجرم كان من بعدك. يا مجرم يا مجرم، الليل مهما طال لازم يطلع الصبح. 50 سنة عم نستنى لحتى صارت هاللحظة، ووصلنا على قبرك ودعسنا عليك. وإن شاء الله رب العالمين كل المجرمين مصيرهم مثل مصيرك. قتلت آبائنا وحبست أهلنا واغتصبت حرائرنا واغتصبت أعراضنا، ومفكرين إنه ما راح نوصل. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نصره ويتم دينه وينصر عبده، ينصر عباده على المجرمين أمثالكم. أسأل الله العظيم إنه تكون في نار جهنم، وما عندنا شك في هذا الأمر أبدا. إن شاء الله رب العالمين كل قطرة دم سفكته وكل نفس أزهقته وكل عرض اغتصبته راح يكون نار عليك وعلى كل المجرمين. ومن هون من عند قبر هذا المحروق النفس نوعدكم يا أهلنا إنه ما في مجرم راح ينفذ من العذاب. ما في مجرم. إذا كان في مسامحة فهي على العناصر البسيطة، أما كل واحد لوثت إيديه في الدم أقسم بعزة الله واللي عم يحرق هذا القبر وعم يحرق صاحبه الخنزير أنه بإذن الله لننتقم من المجرمين. وهي عدالة الله وهي العدالة. على روحك النسي يا كلب.